منظومة الدفاع الجوي المصري تحرس الخليج. خلال الفترة الأخيرة أخبار وأنباء عن اسم مصر بدأ يتردد بقوة داخل الخليج. أمون، منظومة الدفاع الجوي المصري التي تحولت إلى حديث التقارير العسكرية بعد الأداء اللافت في مواجهة المسيرات والصواريخ في الخليج والعالم. بدأ الحديث عن هذه المنظومة المصرية القادرة على التعامل مع أخطر تهديدات العصر الحديث: الدرونز، أسلحة الصغيرة التي تتمتع بالسرعة، الطيران على مسافات منخفضة، والتي أصبحت الكابوس الذي يهدد الجيوش في حالة الحرب. طب إيه الجديد هنا؟ إن مصر ما بقتش سلاح الردع بس. امال ايه؟ قدمت ايه؟ قدمت حل فعلي لفجوه كانت بتعمل قلق لمنظومات الدفاع الجوي. سكاي جارد امون، منظومه طورتها لاصطياد الاهداف اللي بتحاول الاختباء من الرادارات. تستطيع اسقاط اسراب طيران من المسيرات بالكامل في وقت واحد وبتكلفة أقل وسرعة استجابة عالية للغاية. المنظومة دي بتعتمد على الرادارات الحديثة والذخائر الذكية اللي بتنفجر قبل وصولها للهدف، وبتخلق نوع من التدمير يصيب الأهداف الصغيرة والسريعة حتى في ظل التشويش. أيوة، في ظل التشويش. ولكن الحقيقة إن تطوير المنظومة دي رسالة قوية بتقول إن مصر لم تعد فقط مستخدمة للسلاح. أمال إيه؟ أصبحت بتشارك في تطويره، وإن مصر هي الجزء الأساسي في معادلة حماية الخليج. دايما مصر موجودة ولها حضور سياسي ودعم عسكري وتكنولوجي وحالة دفاعية، وبتتحرك بهدوء ولكن بفعالية إن لزم الأمر. زي ما الرئيس قال إيه؟ مسافة السكة. فعلا مسافة السكة. في وراء الحقيقة إحنا قدام مجرد منظومة دفاع جوي ولا بداية دور للصناعات العسكرية المصرية؟ المؤكد في الحروب الحديثة لم تعد القوة بعدد الطيارات فقط ولا بحجم الجيوش. امال ايه؟ باللي بيملك القدرة على اسقاط الخطر قبل وصوله. نستحق ان احنا نقول تحيا مصر رئيس وجيش وشعب. انتظرونا في اخبار سارة قادمة.